اي فهذا الموضوع. الله. الموضوع الثاني انه شيخ من الشيوخ اعتقد حكيم بن حكيم او بن حكام ما اعرف بالضبط، اسمه كاظم الريسان. هذا كاظم الريسان زامط صدام حسين وبكت صدام حسين، زامط زماطه صدام حسين. فيقول ورا ال 91 صارت انتفضت المحافظات الجنوبيه، فودوا عليه ورا ما رجع النظام سيطر، لا النظام سيطر. فيقول ودوا عليه اثنين من الحزب مالهم، الاثنين واحد ابن حايك وواحد ابن نداف. الحايك يعني حايك حتى تكون لا لا مو واضحه المسألة. فهاي قبل كانت بالريف، هاي يعني مثل السبه او الشتم، من نقول فلان ابن حايك او فلان ابن نداف، عنده الريف فرد شيء مسوغ يعني مو زين. فاجوا للمضيف ماله هو قاعد، قالوا له نريد اسماء اللي انتفضوا على الحكومه وكذا. قال لهم شلون اعطيكم يعني؟ قالوا لي ولدي وانا من زاويه صدام حسين ما اعطيكم يعني. قال له كان ماكو الحكومه تجي، قال لهم خل تجي الحكومه. فقالوا له ناخذك، فعشيرته انتفضت بالديوان بعد الشيخ. هسه وين الوادي مغلبه مكنكه وهاي كذا اي. فقبل كانت الناس الشباب والكبار تجي يم الشيخ. اي فالناس كل من لزم سلاحه وقفوا هوسوا، قالوا لابن الحايك والنداف شلون نسلم كاظم. الله. فنفار صدام حسين للسعوديه، راح هناك المخيم ربحاء، فسمع بي ملك السعوديه يعني وسمع بموقفه، فقام يعني وداله كذا وهاي، فرفض انه هاي الهدايا وكذا رفضها. فسمعوا عشيرته هوسوا على الفرات، قالوا من ديره ديره نوجل بالعز كاظم. الله. المهم فورا فتره سماه وداله صدام حسين ضباط المخابرات، سموه مات جابوا جنازته. فصدام اعطى 3 قرارات، انه لا تشيع عراضه كاظم الريسان، ولا يرفع عليها بيرق، ولا ينصب لها شعار. فيقول عشيرته ملتمه وكذا، بعد شيخ عام يعني مو يقول، والامن والحزب وكذا كلها يعني ماخذه استعدادها حتى لا انه يخرقون امر صدام ذاك الوقت. فيقول جزيل مشايب اجى يتخطى الرقاب وبدعوا شيه. فيقول قام يدق على التابوت مخليه على نهر الفرات. فيقول قام يدق على التابوت، قال له ما مش ماو تعذرنا يا بزر الماو. الله. مغلوب على امرنا ومو بدينا الداو، احنا نريد يومك مثل يوم الفاو. الله. مثلك ما يتعوض ليش بسكته يشيعونه. فثار اتفق من المحافظه الى النجف، يعني قال المحافظه تصير المحافظه. فهاي الهزوجه يعني فيها حكم، فيها